تخيل لما تبقى انت الراجل اللي غير العالم، بس التغيير اللي عملته هو نفسه اللي هيفضل يطاردك طول عمرك. تخيل توصل للحظة اللي الناس كلها شايفاها انتصار وانت عارف ان هي بداية النهاية. وده بالظبط اللي بيعمله فيلم اوبنهايمر. الفيلم ده مش عن قنبلة وخلاص، لا، ده عن العبقرية لما تبقى لعنة، وعن العلم لما يبقى في ايد السلطة، وعن الانسان لما ينجح في صنع حاجة اكبر بكتير من قدرته على السيطرة عليها. في الفيديو ده احنا مش هنعمل مراجعة عادية وخلاص، لا، احنا هنفكك اوبنهايمر عنصر عنصر، القصة والإخراج والتمثيل والصوت والمونتاج والنهاية، وليه الفيلم ده في الحقيقة مش عن الحرب قد ما هو عن الإنسان نفسه. أول حاجة لازم نبقى متفقين عليها، اوبنهايمر مش فيلم سيرة ذاتية تقليدي. نولان هنا مش بيحكي حياة راجل عبقري من أولها لآخرها، هو بياخد شخصية تاريخية وبيحطها جوه أخطر سؤال ممكن نسأله: إيه اللي بيحصل لما الإنسان ينجح في حاجة ما كانش المفروض أصلا إنه ينجح فيها؟ وده سر قوة الفيلم، إنه ولا بيقدم لك اوبنهايمر كبطل كامل ولا كشرير كامل ولا كضحية كاملة، هو بيقدمه كإنسان عنده عبقرية وطموح وغرور ومتردد ومكسور، كله كده في بعضه. الفيلم ده مش عن القنبلة، الفيلم عن المسؤولية. أهم نقطة في اوبنهايمر إن الفيلم في ظاهره هو فيلم بيتكلم عن مشروع مانهاتن، لكن جوهره عن المسؤولية، مسؤولية الفكرة ومسؤولية العلم ومسؤولية العالم لما يكتشف إنه قادر إنه يعمل كارثة بحجم كوكب. اوبنهايمر هنا مش مجرد عالم شاطر، لا، هو رمز لفكرة مرعبة، إن أخطر حاجة في التاريخ ما خرجتش من وحش، ولكن خرجت من ناس أذكياء جدا مثقفين جدا وبيشتغلوا بهدوء وفاكرين إن هم بيحموا العالم. نولان ما حكاش القصة، هو دخلك في جوه دماغ اوبنهايمر نفسه. اي مخرج تاني كان ممكن يحكي الفيلم بشكل كده مريح وسهل، لكن نولان اختار الطريق الاصعب والاذكى، انك ما تتفرجش على اوبنهايمر، انت هتعيشه. علشان كده الفيلم من اوله لاخره فيه توتر عصبي جدا، انت مش بتتابع احداث، انت محبوس جوه عقل شخص الماضي عنده بيطارد الحاضر طول الوقت. طريقة السرد غير الخطية هنا مش استعراض، ده جزء من المعنى، لأن حياة اوبنهايمر بعد القنبلة ما بقتش مستقيمة خلاص، كل حاجة بقت راجعاله، النجاح والذنب والسياسة والناس اللي قدرت تعيد تعريفه، كمان البناء الزمني. التوتر هنا طالع من الكلام. واحدة من أكبر مفاجآت الفيلم إن أقوى توتر فيه مش جاي من الأكشن، ولكن جاي من الحوار، لجان وتحقيقات ومكاتب، ناس بتتكلم، وعلى الورق ده ممكن يبقى ممل جدا، لكن نولان بيحول كل ده لمعركة، لأن السؤال هنا مش إيه اللي هيحصل، ولكن السؤال إزاي اللي حصل ده هيتفسر، وإزاي التاريخ هيحكم على الراجل ده. وده اللي مخلي الفيلم مشدود، رغم إن جزء كبير منه قائم على المواجهات الكلامية. من أحسن الحاجات في الفيلم إنه ما بيسطحش الشخصية. اوبنهايمر مش بطل قومي وخلاص، وبرضه مش شيطان كامل، هو شخص عنده شغف حقيقي بالعلم، ولكن كمان عنده رغبة في التأثير والمجد والاعتراف. وده مهم، لأن الفيلم هنا بيقولك الكارثة ساعات ما بتطلعش من نية شريرة واضحة، ولكن بتطلع من خليط أخطر: الفضول والطموح والغرور والإحساس إنك تقدر تتحكم في كل حاجة. وأوبنهايمر كان فاكر إن هو يقدر يطلع الوحش وبعد كده يقدر يسيطر عليه، وده كان أكبر وهم. سيليان مورفي هنا عامل أداء مرعب من كتر ما هو هادي، مفيش مبالغة ومفيش صريخ بزيادة ومفيش استعراض، كل حاجة طالعة من جوه. التعب باين في نظرته، والذنب باين في سكوته، والقلق باين في حضوره نفسه. وده من أصعب أنواع التمثيل، إنك تخلي الشخصية عبقرية ومذنبة ومكسورة في نفس الوقت، وكل ده من غير ما تشرحه بالكلام. عين سيليان مورفي في الفيلم لوحدها هي نص الأداء. أما بقى روبرت داوني جونيور فده من أكبر مفاجآت الفيلم. شخصية شتراوس هنا هي مش خصم مباشر وخلاص، ده نموذج للسلطة وهي بتنتقم بأدب. راجل ما بيزعقش، بس يعرف يرتب ويعرف يشوه ويعرف يكسب، وده اللي خلاه مهم جدا، لأن الفيلم بيورينا إن التاريخ مش بتصنعه القرارات الكبرى بس، ولكن أحيانا بتصنعه الأنا والغيرة والرغبة في تصفية الحسابات. الشخصيات التانية مفيش حد موجود زيادة، ودي نقطة تحسب له جدا كفيلم. كل شخصية تقريبا ليها وظيفة وليها وزن. كيتي مثلا مش مجرد زوجة للبطل، لا، دي شخصية قوية وحادة وشايفة اوبنهايمر من زاوية هو نفسه مش شايفها. ومات ديمون كمان كان ممتاز، لأن هو قدم لنا الشخص العسكري بشكل عملي وذكي، مش بشكل نمطي ولا ساذج، وده من جمال الفيلم.
مفيش شخصيات معمولة بالكربون، العلماء مش ملايكة والسياسيين مش شياطين كرتون، والكل شغال جوه شبكة مصالح وخوف وسيطرة. أما بالنسبة للإخراج فنولان هنا أنضج من أي وقت. أنا شايف إن أوبنهايمر من أنضج أفلام نولان. ليه بقى؟ لأنه هنا مش بيحاول يبهرك وخلاص، هو بيضغط عليك نفسيا. حتى المشاهد اللي فيها ناس بتتكلم كتير بتحس إن هي مشاهد حرب، وده راجع للإخراج والإيقاع وطريقة بناء التوتر. نولان هنا مسيطر جدا، عارف امتى يسرع وامتى يهدي وامتى يسيب المشهد كامل واقف على نظرة واحدة. اما بقى بالنسبة للصورة فالعلم هنا مش معلومات، ده احساس. الفيلم كان ممكن كله يقع بسهولة في فخ الشرح العلمي الجاف، لكن اللي حصل كان العكس تماما. نولان خلى العلم نفسه يبقى بصري، ذرات واهتزازات ونار وضوء وحركة، كأنك جوه دماغ اوبنهايمر بالظبط. وده كان مهم جدا لانه بيخليك تفهم ان الراجل ده ما دخلش من باب الشر، ولكن دخل من باب الانبهار، من باب السحر اللي في المعرفة. وده اللي بيخلي السقوط بعد كده أكثر قسوة. الأبيض والأسود ده مش منظر، ده معنى. استخدام الأبيض والأسود هنا مش شكله خلاص، الألوان كنت بتحسها أقرب لعالم أوبنهايمر من جوه. أما الأبيض والأسود فده حامل للإحساس بالمؤسسة والرواية الرسمية والنظرة الخارجية. لكن الفيلم أذكى من كده، لأنه بيلمح إنه حتى الرواية اللي شكلها موضوعي فهي في الآخر رواية، وفيها ناس بتحكي وناس بتحذف وناس بتعيد ترتيب الحقيقة. أكتر مشهد بقى الناس كانت مستنياه هو الانفجار، وكان ممكن جدا يطلع مجرد لحظة استعراضية كبيرة، لكن نولان هنا لعبها صح، خلاه لحظة رهيبة ولكن مش فرجة. الانفجار هنا مش حدث بصري، الانفجار لحظة العالم قبلها غير العالم بعدها. وأجمل قرار في المشهد ده كان التعامل مع الصوت أو التأخير في أثره، كأن الفيلم بيقولك في كوارث بتشوفها في الأول ولكن بتفهم حجمها الحقيقي بعد شوية. الفيلم شغال على الأعصاب، الموسيقى هنا مش خلفية، لا دي نبض للفيلم كله، هي اللي مخلياك حاسس ان في حاجة ضخمة بتتكون طول الوقت حتى وانت قاعد قدام مشهد حواري عادي. كمان تصميم الصوت كله كان شغال نفسيا، في لحظات كده تحس ان انت مش سامع العالم، انت سامع الضغط اللي جوه الشخصية نفسها. وده سبب اساسي في ان الفيلم يتشاف ويتحس في نفس الوقت. المونتاج كان هو العمود الفقري للفيلم. اوبنهايمر كان سهل جدا يبقى فيلم فوضوي، أزمنة كتير وشخصيات كتير وأفكار كتير، لكن المونتاج هنا كان عبقري لأنه مش بس بيربط المشاهد، لا ده بيربط المعاني. كل نقلة بتحط قدامك مقارنة أو نتيجة أو صدمة، وده اللي مخلي الفيلم رغم تعقيده ماسك نفسه بقوة. من أهم طبقات الفيلم بقى هي علاقته بالسلطة. السلطة بتحب العالم العبقري طول ما هو خدام لمشروعها، لكن أول ما يبقى عنده رأي أو ضمير أو يبقى صعب السيطرة عليه، هنا بيتحول من بطل لمشكلة. وده بالظبط اللي حصل مع البطل بتاعنا اوبنهايمر. الفيلم هنا مش بس عن علم، لا، لكن عن انه ازاي المؤسسات بتعرف تستخدم العقول وبعد كده بتفرمها. الفيلم هنا بيسأل سؤال تقيل جدا: هل المعرفة بريئة فعلا؟ يعني لو انت عارف ان اللي بتعمله ده ممكن يبقى أداة خراب شامل، هل هتفضل مجرد عالم بريء ولا من اللحظة دي خلاص هتبقى شريك؟ والفيلم ما بيديكش إجابة مريحة، هو سايبك عايش جوه السؤال، وده سر قوته. من أكتر أفكار الفيلم قسوة إن الندم هنا مش تطهير. اوبنهايمر اتوجع ندم، بس ده ما يمحيش المشاركة. الفيلم مش هيسمح لك ترتاح أخلاقيا، وبيفكرك إن في أفعال معينة حتى لو فهمتها متأخر ثمنها بيفضل موجود. النهاية هنا عظيمة فعلا، لأن هي بتفتح معنى الفيلم كله في آخر لحظة. فجأة بتدرك إن الموضوع عمره ما كان عن راجل واحد بس ولا عن قنبلة واحدة بس، الموضوع عن باب اتفتح، والبشرية من ساعتها وهي عايشة مع احتمال النهاية. وده اللي بيخلي النهاية هنا مش مريحة ولكن قوية جدا. وفي النهاية في رأيي إن اوبنهايمر واحد من أهم أفلام كريستوفر نولان، واحد من أقوى الأفلام اللي اتعملت عن السلطة والعلم والذنب والإنسان. فيلم ضخم لكن من غير ما يبقى فارغ، فيلم تقيل ولكن من غير ما يبقى ممل، ومش بيقدم لك إجابات سهلة ولا مريحة، وده بالذات هو سبب أهميته. ومن الآخر فيلم اوبنهايمر مش فيلم عن راجل صنع قنبلة، لا ده فيلم عن اللحظة اللي الإنسان فيها اكتشف إنه بقى قادر يعمل شيء أكبر من حكمته. وده هو لب الفيلم كله، إن المشكلة مش بس في القوة، المشكلة في الإنسان اللي بيمسكها. وعلشان كده فيلم اوبنهايمر هو فيلم مرعب فعلا، مش لأنه بيحكي لنا عن انفجار حصل، ولكن لأنه بيحكي عن باب
خلاص اتفتح ومحدش عارف يقفله. ولو وصلت لحد هنا فانت اكيد مش بتحب المراجعات السريعه، انت بتحب تفهم الفيلم بجد. فاكتب لي بقى في الكومنتات، انت شايف اوبنهايمر ضحيه عبقريته ولا شريك كامل في كارثه الندم ما ينفعش يمحيها؟ لو بتحب التحليل اللي بنفكك فيه الفيلم من جوه اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، لان اللي جاي مش هيبقى مجرد كلام عن افلام، ده هيبقى غوص جوه الافلام اللي بتفضل عايشه جوانا. اوبنهايمر مش الاخطر لانه اخترع القنبله وبس، ولكنه اخطر لانه خلى العالم كله يسال هل الذكاء لو سبق الضمير يبقى نعمه ولا بدايه كارثه؟ انا احمد عقل ودي كانت حكايتنا النهارده، وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكايه الصح.